اكيد دعيت بحاجة قبل كده بس حسيتها مستحيلة. استنى اسمع القصة دي. كان في يوم من الايام الامام احمد بن حنبل مسافر، وفجأة الدنيا مطرت جدا، فكان عايز يستخبى فما لقاش قدامه غير مسجد، فقال يدخل ينام شوية ويصحى يصلي الفجر ويقوم يكمل طريقه. لكن خادم المسجد طرده وقال له انت ما ينفعش تنام هنا. ففي خباز بسيط شاف الموقف ده فراح للامام احمد وهو ما يعرفوش وقال له تعالى بات عندي الليله. فالامام احمد وافق وراح معاه المخبز بتاعه. فالراجل الخباز طول ما هو بيخبز عمال يستغفر ويسبح ربنا من غير ما يمل. فسألوا الامام احمد هل قطفت ثمار تسبيحك واستغفارك هذا؟ فرد الخباز وقال له نعم، ما دعوت الى الله دعوه الا استجابها الله لي، الا دعاء واحدا لم يستجبه الله لي حتى الآن. فقال له الإمام أحمد بن حنبل ما هو هذا الدعاء؟ قال له إني أشوف الإمام أحمد بن حنبل وسلم عليه. فقال له الإمام أحمد بن حنبل سبحان الله، والله لقد كنت أجر إليك جرا. أنت الإمام أحمد بن حنبل، الحمد لله. صحيح القصة الجميلة دي من المأثورات، لكن ربنا قال في القرآن الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني لو أخدت لحظة للتفكير ممكن تكتشف إن هو ده اللي ناقصك عشان تحقق اللي انت شايفه مستحيل من وجهة نظرك. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.